السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا ومشاهدينا الإخوة والأخوات في كل مكان. أنا تكلمت طبعا في المحاضرة السابقة عن علم الكي البلاكتيك، وقلنا هو علاج غير دوائي غير جراحي، يعتمد على العلاقة بين الجهاز العصبي المركزي وبين ال 33 فقرة، وده بيؤدي إنه الفقرات بتترصى بتعمل استعادة لوظائف الجاذبية العضوية والاستجابة الكيميائي الداخلي لهذه الوظائف عن طريق رص الغضاريف ال 33 فقرة وإعادتها إلى أصولها الطبيعية. هو أصلا بيعمل علم الكايروبراكتيك يا إخواننا على إعادة الأعضاء الداخلية والوظائف والعضلات إلى أصولها الطبيعية، يعني لايك فيرستاين. يعني أي عضو قلب، جهاز هضمي، معدة، حركي فيه مشكلة، رص العضلات إنه الفقرات ترجع إلى أصولها الطبيعية، إلى مكانها الطبيعي، استعادة برضه أعضاء جسم الإنسان إلى أصولها الطبيعية، مما يجري لأنه الإنسان يكون صحيا، يعني في ظل النظرة المتكاملة للصحة، وطبعا بتعني سلامة الفرد المتكاملة جسديا وعقليا واجتماعيا، وليس الخلو من العاهات والأمراض. في ظل النظرة المتكاملة للصحة، العلم الكايروبراكتيك يا اخواننا علم متكامل. أول شيء علاقة بين الجهاز العصبي زي ما أنا قلت والفقرات وجملة الأعصاب المستقلة والأعصاب المحيطية والأعصاب الشوكية. ده كله بيدي الاستجابة الكيميائي داخل الوظائف الجسدية العضوية، وبيعمل على استعادة وظائف وتنشيط الجهاز الدفاعي الغدة التنفسية والجهاز المناعي الخلايا المناعية، وبيعمل إلى إنه تقوية جريان الدم في الأوعية الدموية الشرايين أو الانكريز السموث سيركوليشن بالنسبة للدورة الدموية. بيخلي الدم يصل للأطراف. وصول الدم للأطراف يا إخواننا حتى لو الإنسان فيه أعراض مرضية أو بيعاني من أي أعراض، إنه الإنسان بيكون تماثل للشفاء التام والكامل. انه الدم ده وصل للاطراف، دمك وصل للاطراف في الهاندز وفي الفيت في اليد وفي الرجل، معناه الجسم ده تعالج تشافى تماما، يعني ما في اي مشكله. المشكله بيبقى نحن كيف نفهم انه الكايروبراكتيك هو علاج اول شيء امن، ما فيه تكلفه باهظه، الهدف منه العلاج الامن السريع، توفير قلنا القروش الباهظه والتكاليف للعمليات الجراحيه اللي هي العاليه باهظه الثمن. الكايروبراكتيك علم سهل، علم امن، علم بسيط، علم رخيص جدا. يعني جلسته تتوافق بين من 5 ل 10 دولار الجلسه الواحده، او اللي كان بالغ 20 دولار الجلسه الواحده. واحد بياخذ لي 10 20 30 جلسه، بيبقى يعني بيرجع اصول، بيبقى شاب، بيبقى شاب. فانا عملت تجارب كثيره في جامعه اليوم وامبارح، وعالجت الحمد لله ربنا وفقني، يعني عالجت حالات من الداون سندروم اللي هو الزواتيين، حالات بتاعت الزواتيين، وعالجت زورت جلطه وسكه وحاله بتاعت شلل نصفي وشلل تام. هو طبعا زي ما انا قلت في حلقات سابقه يا اخواننا، الكايروبراكتيك ده بيعالج امراض القلب والشرايين، بيعالج مشاكل الديسك والغضاريف اللي هو الباك ديزيز بينز، بعين الهارت اتاك، مشاكل القلب والورد والشرايين، بيعالج اصابات المفاصل، بيعالج الاصابات المزمنه للتيبس المفصلي، الامراض الروماتيزميه، بيعالج الروماتايد، بيعالج الشلل، بيذوب الجلطه والسكر، بيعالج هشاشه العظام، بيعالج مشاكل الركبه، بيعالج ضغطات اللي هو الضغط الفقاري، بيعالج الام العنق، بيعالج مشاكل النطق والسمع والمخاطبه، بيعالج المشاكل بتاعت التشوه الجيني. يعني هو مجموعه او صيدليه او شفاء سله من الشفاء المتكامل في البيت دون طور جراحه، وبسعر يعني رخيص جدا وسعر في متناول الجميع. طبعا في الشرق الاوسط زي ما قلت ما كان معروف، هو اصلا العلم حقنا هنا في الشرق الاوسط له 5 ل 7 الى 10 الف سنه، يعني من اجدادنا القدماء، الحضاره النوبيه والحضاره القديمه والحضاره الحديثه. فبقى موجود في 151 او 156 مدرسه في الغرب وفي امريكا. يعني دخل قبل 10 15 سنه الشرق الاوسط عن طريق مجموعاتنا ومجموعه من العملاء والخبراء، العلماء والخبراء معانا، ادى الى انه العلم ده ينجح. وان شاء الله في حلقات ثانيه كل مره حديكم حاجه بسيطه اوضح لكم الفوائد العظيمه بالعلم الكايروبراكتيك اللي هو العلاج الغير دوائي والغير جراحي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.